أماكن خالية من السياح ومحلات بعضها مغلقة وأخرى خاوية من الزبائن. نحن في ياسمين الحمامات، مفخرة السياحة التونسية، مركب سياحي كان محج السياح الأجانب في الماضي القريب. منذ يومين لم أبع شيئا، أقضي معظم وقتي في تنظيف المعروضات. البريطانيون والألمان والفرنسيون كانوا من أفضل الزبائن. اليوم في هذا المركز التجاري أكثر من 7 تجار أنهوا نشاطهم، وأظن أنني سأقوم بالمثل. أغلب الذين يرتادون الشواطئ هم تونسيون أو سياح جاءوا من الجزائر، حيث باتت تونس الوجهة المفضلة للجزائريين نظرا لقرب المسافة بين البلدين والخدمات زهيدة الثمن التي توفرها المراكب السياحية التونسية. الأسعار ليست باهظة. في الجزائر نفس الفنادق لا توفر نفس الخدمات وبأسعار تفوق هذه بمرتين أو 3. في هذا الفندق الذي اضطر لتسريح بعض موظفيه، لا تزال ثلثي غرفه شاغرة، في الوقت الذي تأمل فيه بعض الفنادق في تحسن الوضع مع سياح البلدان المجاورة. قبل الاعتداء كنا نعمل بصفة جيدة مع البريطانيين والألمان والفرنسيين، طبعا إضافة إلى الجزائريين والتونسيين. اليوم أكثر من 90% من زبائننا هم محليون، أغلبهم من الجزائر أو تونس. السياح الجزائريون أنقذوا الموسم السياحي. لولا الجزائريين والتونسيين لحلت بنا الكارثة. غياب السياح الأجانب قد يكون مؤشرا لاستراتيجية السياحة التونسية في المستقبل القريب، وهو أمل وكالات السفر التونسية. إنها أزمة هيكلية مست قطاعا واحدا وسوقا واحدة، بالإضافة إلى مشكل الأمن لم يعد بمقدورنا استقبال زبائننا الأوفياء، ولا أظن أن المشكلة سيتفاقم أكثر مما هو عليه الآن، وأعتقد أنه ستكون لدينا فرصة للعمل في هذا الموسم. تنوع في العرض وأسواق جديدة وأمن شروط على السياحة التونسية أن تستعيدها لتعود إلى سابق عهدها، فالقطاع خسر أكثر من 2 مليون حجز نهاية شهر يوليو تموز الجاري.